إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا وسيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمي صلى الله عليه وسلم ما تعاقبت الليالي والأيام، وعلى آله وأصحابه الكرام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى. واعلموا عباد الله فإن زيارة الأقارب والجيران والأصدقاء وغيرهم من عموم المسلمين وسيلة من وسائل توثيق المودة وتآلف القلوب وتقوية الروابط. بلينك يا أمة إسلام ربي صدادا، أر دنيا بر آخرة، أر قيا دلقاتي بر قبر الراجل قبي قيا جزاتي اندقتنا واللالنا دلقتا قيا دلقا كيس جرتني شراني سني حفي. واعلموا عباد الله بيكا قبروت ربي فروا في زيار أولا زيار جال اللي زيار أقسم نما إسلامتي كلي زيار قرطو جال الراته وان جالل إدون ما تتجبي سرائي وان قلب نما ولتبو هرتون الرائي وان أمالي ولتهل إني إدولماني إسان جبات الرائي. والزيارون دقتان يادتشي فما نمني قفلي اندمي فما واللالان كنام برسي فما قلبي نمات الرلي تكو أجراحا دكو بل إني قلبي كزيار في زيارة من اللي أرقما يو مصيبة لن قد نمت جراتي زيارة نم زيارين مصيبة لن نما حفلتي بؤا قدا قبا والزيارون. واعلموا أن الزيارات أنواع متعددة. قروا زيارا بيكا قصبائي قبدي زيارا قرين زيارة واجبات والزيار درقمات كزيارة الوالدين أكهادا في أبا والزياروفا سلا رحمة في التقبوفا سنكيس أما اللي زيارة شريعا بريد جري لفكاه جرا أكفروا في دبسو جال اللي والرولين جراتا تكني والدبسوتي. وبما أن الإنسان تكثر مشاغله وأعماله زمنك إنكن إلم آدم شغل نساء بايتا دلق اللين بايتا يرون أرغتو نمجالتو في رئيسا هذا فأبا ولا إسا زيار فويتن أرغتو تهلكن اللي قوي اللين دلق أفقما قمنا ديما يرو أياناتي في ويتاكسم أما اللي بقنا وقافا يوتات ملي. آداب زيارات الرا كشريعان إسلاما لفكاي نبيين كإن إفسن الرا تكلم جن ولله. أولا اللي يبتغي بزيارته وجه الله تعالى نمن نما زيار نمن نما دب سوف ديمو نيته قب قلبي ساتتي أنجال لربي كي بربادا. حديث أبا هريرة نديس كيستي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. نمني وهي أبوليس إيسا زيارة جأن غند برا كيس قبة أبوليس إيساتي ربي كرا إيساتي رتي كرا إن دي مرت ملائكة قبيس جأن ويتين الرد في أين تريد إيسا برباد دمال في تقرم ديم تجنان. قال غندك نديما جرا غندك نكيس أبوليس كي يجرا إيسا دبس ديم جرين. قال هل لك عليه من نعمة تربها عليه وي غلط وهي سر قبا كغلط سن إسا غلچو ديم تجدين. لك أن ربي جج جالت ملي هما نبران قبو جنان. قال فإني رسول الله إليك أن إرجما ربنا إرج ملائكة لا ستنا إرجي بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ربي سل جالتي أكاتي سجالتين ربي سجالتي ججو اتهم ججو ربنا إرج جل رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
من عاد مريضا أو زار أخا له في الله نمني نما ركبسة قافته كيوكا أبولي سيسا كرا ربي كيستي والجالة زياري ناداه مناد للب للب كرا ربي ترى بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزم منزلا أتس بريد واتلتي كرانة ديم اللي بريد واتلتي جنة ربي ترى بك قبسما أفرا قب فتججون تللبا جأن رواه مسلم وقال حسن رواه الترمذي وقال حسن وحسنه العلامة الألباني في صحيح الجامع فعلى الزائر أن يستحضر النية الصالحة عند زيارته نمن نما دبسو زيارة نما تفديمو نية بريد نية غاري قلبي إسا كيست فدتون وانغاري وانبريدا ثانيا اختيار الوقت المناسب لما فان نمن نما زيارة فديمو يرو بريدا يرو إني ترغمو يرو إني بقنا قبو ويتأكسيسا فلتي ديمو قبقويا إني بقنا قبوتي وذلك بأن يحدد موعد الزيارة عبر التلفون سنمالي دريت بالبلس دبسو هدا يوكا مسجيب اللسي في سبير رفاجر جيشودان وأن نمني الرزمن كان والقنمون اتهمي أكا إن اللي بقنان إسا إيغو برباچيسا ثالثا أن يستأذن على أهل البيت ويسلم عليهم يو أتشيغي يو رفي آداب إساتر والرئير رفي من زيارة رفي سن سلام اتقرأ يو بناتات إنسينا جأن فإن ذلك من الآداب الشرعية التي أدب الله بها عباده المؤمنين سلام نمت قرؤون إنسينا يمقافتون آدابنا موسى شرعان إسلام اتنفي شلو جأنيتم من نمت إنسينا قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم يا جرن رقوم ستا من كيسن انتين إنسيننا جرا أيما قافتني أغا سلام قراتنتي وفي الحديث أن رجلا من بني عامر استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم نمني وهي نبيك إن أيما قافت على الآبة رسول لمن جرا فقال أألج قل لتوجد على الآبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه رسول لتجاجل إسانتين كنجأن ميقبين مكان أكاتا إتيما قافة برسيس جأنين أكجتون السلام عليكم أدخل سلام قرأي سينو جدي جدي تهم جانين لم تجد أغيتك رسول جدن السلام عليكم أدخل جدي سين جانين رسول رواه أبو داود وهو في السلسلة الصحيحة للألباني والاستئذان يكون ثلاثا إذني إن سيناك غافة ويتسدي غافة ما يو هيمن ما كنني سين جان إن سينا يو نما جلا جلسني في ديبي نما جلن أفدوب ديبيانهما سلبنا قبو رب قرآن إسات وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم أفدوب ديبيا يوسنين جدا أفدوب ديبيا سنتو الرسني كل نجا وثبت في الصحيح أن أبا موسى إذا استأذن على أمر ثلاثة أبا موسى الأشعري صحب النبي كنا قدان عمر بن الخطاب ويتسدي أيما قافتيان عمر شغلي وهي قبا هيمن كننيف أبا موسى أفدوب ديبي عمر بن الخطاب ويتوايو دراشا قال من سنجيسي قال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن أبا موسى كريفو تنايم قافة سقلي إسان أجيني جلي قافته إيه جانين إن بربادنين دبن ديبي أفدوب ديبي جنان ما ديبي تدين ديما بربادا جلي قافته أفدور فدي ما أفدوب ديبي تجنان نبي كنن أججي إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف تقوم كيسن أيام قافتي ويتسدي أيام من كنمينيف أفدوب ديبي رسول لجاني سنيف أفدوب ديبي جدين رابعا أن يدق الباب برفق ولين بلبل الدوق بنمني أيام قافتو صوت ليا بلبل أنتم أكجبتتي وأن يقف عن شمال الباب أو يمينه بتا بلبلا دابت الدوا مرغا بلبلا دابت الدوا ولا يقف متوسطا كتي بلبلا دابت قوم من كيس أدو كيس أوليلالو إجيس إيقتا غما نرالو را ففي الحديث عن عبد الله بن بسر
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم نبي كن يوب البلتو تالفيا لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه فندرم بلبلا كلت من داركتي كيس الآبتين نتايو ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر چنا مرغا يوكا كرابتات آبت بلبلا نتايا ويقول السلام عليكم أكنجل إقافة نبينكن. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فخطفته بحصاة وصنمني تك سرت ملتي منكي ودوتي كيس أولالي وصواتنا يمينيف لكان دربتيو إجيسا بلسيتي إجيسا بلاش معسيان سرنجر قمان فتم تجأن. وإذا ما ناداك صاحب البيت يوتي بالبلد الدوفتي أبان منا إن نسين جري إبلو جت مكاكي أبيتي دويتي أنا جتو أنا مكاكي يلي كأن نسين جرو تلي كنما الدنيا كان كيس جرو كليتي دميرا متكلمي كليتي أنا جت مكاكي همتا. فعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي أبا بر النبي كن بر ركجا ديني وهي أبا كي الرجرا فدققت الباب بلبلد النهيت إن ننجر النبي كن نجا فقلت أنا جنان قال أنا جاني الرسول لأسي قدي بسن كأنه كرهه جتك نجبا أن جابري عبد الله من جن جتشو أن أبا إبلو أن إبلو أن هذا إبلو وأن سلابي كمتون سنين مكان أوتي مكان ممرات كيغوتين دبتو إبسيتيا. خامسا أن تخلو الزيارات من المخالفات الشرعية. شنفان آدم زيارات أنا مسنين من تكون تكو زيار فالله شريعة ربي ترى قلته قبدي دبرتي فأول اتمكمني nyaanni dhiyaatee dhugaatiin dhiyaatee yookaan jimaan dhiyaatee irra taa'anii guyyaa kulli ka dubartii wal bira taa'an wayita alaa seenan ka dubartii musaafahaa godhan ka dhungatan ka harka fuudhan san tahuun qabu ziyaaran kenna wayita nama ziyaarru. فقد تفشت ظاهرة الاختلاط في بعض الزيارات العائلية. الرزمن نكيس جركنا نمني الدان نيقتو نمني إيقتا يو قدتي نما واقرأ نما شيكاتي يوكاني نمي الدنيا كان كيس جرو أكوان ديرسانيتي يوكا أبليسف أبليتتي واليادن إنما ديرسة وركينا إسان كن اللي زيارة تنفورني تنتي تنجرين مفأتي السايو حتى أصبحت عرفا وعادة بين الأزواج وأقاربهم إنما يوفرتاتي ilmaan abbeera ilmaan durbii fira diqqoo walitti dhiyeenya qabayyoo taate aadama ta'ee wal ziyaaruun wal dubbisuun maaddaa tokkorraa nyaatanii waliin oolanii buluun aadaayyuu tahe. وهذه الطريقة تؤدي إلى الفتنة والفساد. قد فمني أكنا يونمني أكنت ولين ديمي واهل جدني نيتي واهل كياتي نيتي نمن والجال النوت صاحب كياتي جدني ولين جراتا شيطان يسوجرا فتنة بايئتا بلبل شيطانات تبنما المنامات الممان الرممان الرافودما كنر اللي إقتون آداب شريعان إسلامان الركاي. عباد الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.